اي حد عنده طفل من اولى ابتدائي لحد سنة 6 ابتدائي يركز في الفيديو ده. اي حد عنده ولد او بنت من الصف الاول الابتدائي لحد الصف السادس الابتدائي الفيديو ده ليه. تمام. طيب، من اولى ابتدائي لحد 6 ابتدائي السؤال بتاع علامات الترقيم، سؤال البانكتويشن اللي في الاخر ده. من الاخر كده، اول حرف يتقابله في بداية اي جملة لازم تكبره. يعني جالك كده تعمله كده، جالك كده تعمله كده، تعمله الكابيتال بتاعه. اوكي، جالك حرف الاس سمول اعمله ايه؟ اس كابيتال. يبقى اول حاجة هتعملها في بداية الجملة الحرف الاولاني تكبره تعمله كابيتال. اوكي، دي اول حاجة. طيب في نهاية الجملة، في نهاية الجملة بتحط يا ترى فول ستوب ولا بتحط question mark؟ تحط نقطة ولا علامة استفهام؟ هعرفك. نقلب كده، شفت دي؟ ايوه، حركة. لو كان سؤال هتحط علامة استفهام. هاي واحد يقول لي طب اعرف ازاي ان هو سؤال؟ لو لقيت كلمة من دول في الاول يبقى هو سؤال. من ادوات الاستفهام كلمة زي what, where, who, why اللي هي ال WH، او مثلا هاو خلي بالك بادئه بالاتش. هاو ماني، هاو ماتش، اي هاو دي تعتبر ادوات الاستفهام. اوكي، لو لقيت دول هتحط ايه؟ تحط علامه استفهام. او لو لقيت فعل مساعد في الاول هيبقى برضو سؤال بمعنى هل، تحط علامه استفهام. يعني لو لقيت do, does, did, is, are, was, were, can, will دول اسمهم الافعال المساعده. لو لقيتهم في الاول يبقى ده سؤال بمعنى هل، نحط علامه استفهام. ولو لقيت اداه من الادوات دي تحط علامه استفهام. ما لقيتهمش، ها، نحط ايه؟ نقطه، نحط في الستوب. طيب، بعد كده تدور في الجمله في حاجات بتتكبر زي الاسماء، اسم ولد، اسم بنت، احمد مثلا، محمد، محمود، مي، سهى. اي اسم ولد او اسم بنت نكبر الحرف الاولاني. البلاد، اي بلد زي مثلا كايرو، دمياط، اي بلد تكبر الحرف الاولاني. الايام زي فرايداي، ساترداي، سانداي، اي يوم نكبر الحرف الاولاني. الشهور زي مثلا اخترت لكم شهر مايو، شهري انا شهر ماي. اوكي. الفصول، فصول السنه زي السمر فصل الصيف، وينتر فصل الشتاء. الكواكب زي كوكب ايرث، ميركوري، اي كوكب. والضمير اي دي ما ينفعش تتكتب كده، لازم تتكتب كابيتال في اول الكلام، في نص الكلام، في اخره. خد بقى السؤال ده كله من هدية ليك. فاهمين؟ ده من الصف الاول الابتدائي لحد الصف السادس الابتدائي. اوكي، بالتوفيق لكل طلابنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.